يا سلام على الفطير المشلتت الفلاحي اللي هتاكليه بالعسل وبالطحينة والجبنة القديمة. تعالي لو نفسك تاكلي فطير مشلتت ولازم بقى بتتعبي فيه وما بتعرفيش تعمليه، هنعمل احلى ميني فطير مشلتت مورق زي ما انتوا شايفين، وبجد بجد خطير. ووالله العظيم بحلف لكم بالله كل الكمية اللي قدامكم دي بنص كيلو دقيق، ما هي رشا بتاعت النص كيلو دقيق. عايزة اقول لكم ان تحفة تحفة تحفة. شايفين الجمال؟ تعالوا مش هنتكلم كتير، يلا نخش على المقادير. قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ في مقاديرنا على طول. زي ما انتوا شايفين هنا اول حاجة عندي نص كيلو دقيق، 500 جرام دقيق، نخلينهم كويس كده علشان خاطر لو في اي شوائب فيه. تمام كده تمام. حطيت عليه ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة سكر بودرة او سكر حبيبات بس يكون ناعم. تمام تمام. بعد كده هبدأ اقلب المكونات الجافة كويس قوي، وهنزل بكوباية من المية زي ما انتوا شايفين كده. ساعة الكوباية دي ساعتها 200 ملي، يعني الكوباية دي مقاسها 200 ملي. حلو كده. لسه هنعوز مية تاني، هقول لكم في الاخر احنا حطينا مية قد ايه. هنبدأ ننزل بالمية بتاعتنا كده تدريجيا. المية دي دافية يا بنات، دافية زي دمعة العين. هتقولوا لي ازاي لما مفيش خميرة ولا اي حاجة؟ علشان المية الدافية هي اللي بتخلي الخميرة ترتفع. حبايب قلبي احنا برضو لازم نسيب الدقيق بعد العجن ده يرتاح حوالي من 5 دقايق ل10 دقايق عشان يفرد معانا بس بكل سهولة ما يتعبناش. تمام. فبالتالي مش احسن يعني ايه، احنا الجو سقع دلوقتي فلازم نعجن العجين بمية تكون دافية يكون احسن. تمام، مش سخنة دافية. بس كده. بعد ما لمينا العجينه بتاعتنا كده وبقت زي ما انتوا شايفين طريه جدا معانا هنا، هجيب بقى البوله بتاعتي ديت وهحط كده فيها شويه من الزيت، هدهنها دهنه من الزيت، وهبدا بقى اسيب العجينه فيها واغطيها ترتاح بس حوالي 5 دقايق كده او 10 دقايق زي ما قلت لكم اهو. انا هنا بشرح لكم بقول لكم هنسيبها بس 10 دقايق. تمام. وهنا بقى خدت بقى مني ميه قد ايه؟ خدت مني كوبايه ونص بالظبط من الميه. تمام كده، لان زي ما قلت لكم النص كيلو دقيق بياخد من كوبايه وربع لكوبايه ونص. تمام. اول حاجه عندي هنا معلقتين بقى سمنه بلدي كبار كده، انا اخدتهم سيحتهم على النار لحد لما ريحتهم طلعت، عشان انا عايزه ريحه السمنه البلدي كده تكون في قلب الفطير. فبدات كمان عملت خليط، حطيت كمان عليهم معلقتين كبار من السمنه الصفراء زي ما انتم شايفين او الزبده، اي نوع بقى خليط عندكم حابين تخلوها بس سمنه بلدي تمام مفيش اي مشكله. تمام كده تمام كده. هجيب بقى هنا العجينه بتاعتنا اللي احنا سيبناها ترتاح معانا شويه. عايزه اقول لكم ان هي زي الملبن في ايدي. هتعرفي ازاي ان هي طريه معاكي ومعجونه ومخدومه حلو؟ بصي لما تلاقيها طريه معاكي وناعمه بالشكل ده، بصوا شكلها بجد خطيره. بس كده كده عجينة الفطير معانا بقت جاهزة وحلوة جدا جدا. تعالوا بقى نشكل الفطير بتاعنا وازاي نطلع منه 10 فطاير بنص كيلو دقيق. عملنا احلى كمية من الفطير المشلتت زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. تعالوا بقى كده نشكله مع بعض. اول حاجة كده بعد ما العجينة ارتاحت معايا زي ما قلت لكم لمدة 10 دقايق، هبدأ هنا افرد العجينة معايا على شكل رول، او ممكن تقدري ان انتي تكوري فيها كور صغيرة كده على طول، ولكن انا بستسهل كده الموضوع ده بسرعة يعني. تمام. هبدأ اقطعها هنا. انا اتقطعت معايا هنا الاول على 8 فطاير صغيرين. تمام. طبعا هنا البواقي اللي هي هتطلع من الكوره كده وانا بكورها بالشكل ده هيعملوا معايا في الاخر كورتين كمان، يعني هتبقى معايا 10 فطاير حجمها الحجم اللي انتوا شفتوه الجميل ده. وكمان كان مورق معانا جدا جدا وكان حلو قوي قوي زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. وهنشوف بقى كل حاجه بالتفاصيل، وهنشوف كمان هيتقدم بايه وهيتاكل بايه، حاجه كده بجد خطيره. تعالوا بصوا هنا بقى، انا خلاص شكلت كده كور العجين بتاعتي. هبدا بقى انا اخلص الكميه كلها، وزي ما قلت لكم انا هنا عملت 10 فطاير. دلوقتي انا قطعتهم 8، والبواقي اللي بتطلع دي عملوا لي كمان فطيرتين تاني. تمام كده تمام كده. تعالوا بصوا بقى، عامل معايا 10 فطاير زي ما انتوا شفتوا. الواحده بس هنعملها فطيره ومورقه. طب ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو. صلوا بقى على سيدنا النبي الحبيب. وبستحلفكم بالله تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير على قد ما تقدروا، وربنا يكبر بخاطر كل حد بيساعدني على انتشار المحتوى وبيساعدني على ان غيره بيشوف المعلومة وبيستفاد بيها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي وبيعمل شير. بحبكم في الله يا احسن ناس في الدنيا. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شفتوا طبعا انا كورت كل الكور، حطيتها تاني في البوله، كان مطرحها كده مدهونه زيت، فقلت بدل ما يعني احطها في حاجه تانية فحطيتها في البوله عادي. تمام. هبدا بقى اخد بقى قطعه قطعه زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه نزلت بمعلقه سمنه على سطح العمل، وهبدا افرد العجينه بتاعتي
بتاعتي بالشكل ده. طبعا اول واحده معاكم انا اشتغلت فيه على طول، لاني بصراحه كنت مستعجله وكنت بعمله للولاد بقى للعشاء، كانوا فرحانين بيه، يلا يا ماما يلا يا ماما، ففردت على طول. تقدروا ان انتوا تسيبوه شويه كمان يرتاح بعد ما احنا كورناه كده، هتغطوه وتسيبوه كمان برضو 10 دقايق يرتاح لو انت مش مستعجله. ما علينا، هو هيتفرد معاكي بكل سهوله. هو في الاول بس زي ما شفتي كده، انا هنا ما رضيتش اني انا اقطع ولا اعمل فواصل. تمام، اول واحده والله ما قطعتش خالص ولا عملت فاصل، علشان خاطر تشوفوها قد ايه اتفردت معايا بكل سهوله. في الاول هتحسوا ان انتوا اول ما بتفردوا بتتلم معاكم، ولكن بعد كده هتبقى ما شاء الله بتتفرد. بصوا بصوا بكل سهوله. بتحطي بقى زي ما قلت لك كده معلقه سمنه من تحت، وتبداي بقى تفردي بالسمنه من فوق كده، تحطي شويه شويه من فوق. انا كمان عاملاه كده يعتبر اقتصادي، مش بدهون عاليه جدا زي اللي احنا بنجيبه من الفلاحين كده حبايبنا. تمام، بصوا يا دوبك انا برشرش كده حاجات بسيطه، وشوفوا في الاخر طلع طري وجميل جدا معايا ازاي وتحفه. هبدا افردها خالص بالشكل ده، وزي ما انتوا شفتوا ولا اتقطعت معايا وانا بفرد ولا اي حاجه، عشان خاطر وانا بفرد كل شويه بحط كده شويه من السمنه بالشكل ده، وبتفرد معايا. وبعد كده هنبدا بقى نطبقها زي ما شفتوا كده يمين وشمال زي كده، وبعد كده هنبدا نعملها زي البقجه كده وهنلمها في بعض بس كده. دي كده بقت فطيره. تخيلوا انتوا لو انتوا عايزينها بقى فطيره اكبر من ان احنا هنعملها دي، هتعملوا كذا واحده بالشكل ده وتحطوها في بعض وتقفلوها، وبعد كده تفردوها هتبقى فطيره واحده. يعني فاهمين؟ تقدروا تعملوا نص كيلو ده فطيره واحده، او تقدروا تعملوه 5 فطاير فطيره واحده. تمام، يعني تعملوا النص كيلو ده على فطيرتين كبار. ولكن انا حبيت كده اعمل ميني فطير للاولاد ياكلوه ويشبعوا منه، بدل ما الفطيره تتقطع وتتهدر معانا. لا، على ايه بقى، كل واحد اللي خد واحده واللي عايز ياخد التاني هياخد، وهكذا. تمام، بصوا هنا بقى بوريكم كل ما بيرتاح معانا العجين بيفرد بقى معانا بكل سهوله. لما تحسي ان العجينه قافشه في ارض سطح العمل ومش عايزه تجري معاكي، بترشي شويه من السمنه هتجري معاكي على طول. عايزه اقول لكم والله العظيم ما خدش مني 10 دقايق في تحضيره، على طول ما خدش مني حاجه خالص، غير بس خد مني اللي هو ال10 دقايق في طبعا المرتاح شويه وحاجه زي كده. طب لو انت بقى اتقطعت معاكي، عشان انا حبيت اسيب لك الحته دي، وعايزه اقول لكم دي بس الوحيده اللي اتقطعت معايا وحبيت اوريها لكم. لو اتقطعت معاكي بالشكل ده مفيش اي مشكله، ما تقوليش ايه ده الفطيره باظت معايا، دي ما اتقطعتش مع رشا. لا، بصوا انا هنا خلاص عملتها وطبقتها، وكل تطبيقه بتحطي سمنه، كل تطبيقه بتحطي سمنه عشان يفضل مورق معايا. طبعا الشكل شارح نفسه يا بنات. وبعد كده ببدا اخدها كبقجه كده، او عامله زي الكوره كده بالشكل ده اهو، وكده تاني فطيره معايا. هنكمل بقى كل الكميه بالشكل اللي احنا شفناه ده في الفطير، بنفس الفرد اللي احنا فردناه زي الفل. زي بصوا انا هنا خلصت كده كل الكميه، هبدا بقى اشكل كشكل الفطيره. هنا هي واحده بس، تعالوا بقى نشوف المقاس بتاعها هيبقى قد ايه. هنا حابه تخليها المقاس ده ماشي، حابه ترفعيها اكتر من كده ماشي، حابه تخنيها ماشي، ولكن انا حبيتها السمك ده كان حلو قوي، كان وسط وحلو. ما ترفعهاش عن كده عشان ما تبقاش ناشفه معاكي وخلاص، مش هتبقى عامله زي معاكي زي الورقه. لا، هي كده المقاس ده حلو قوي قوي بالنسبه لي كده، ده كان حلو. تمام، انا بعد كده يمكن صغرت شويه كمان عشان تطلع كده ملحمه معايا وحلوه. بصوا شكلها كان جميل جدا. هنا بقى عندي الطاسه على النار مسخناها حلو جدا، لان الفطير بيحب او في الفرن طبعا بيحب النار تكون عاليه. تمام، بتحطي بس حوالي ربع معلقه من الماده الدهنيه اللي بتفردي بيها الفطير في الطاسه، وتبداي تنزلي بالفطير بالشكل ده. شايفين اول ما يبيض معانا كده وتحسي ان استوى، هتبداي تقلبيه على الناحيه التانيه وهيبقى معانا بالشكل الجميل ده. طبعا انا هنا حطيت طاستين بقى عشان اخلص، كنت ممكن دخلته الفرن، ولكن من فوق بصراحه بحس ان بيسرع اكتر يعني. بصوا شكله وجماله. بصوا انا بوريكم هنا ان هو ما شاء الله منتفخ من جوه، وطبعا معنى ان هو يكون منتفخ من جوه كده بيكون طبعا مورق وبيستوي كمان من جوه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله النص كيلو دقيق عمل معايا 10 فطاير من اللي انتوا شايفينها دي. شكله وطعمه وريحته بجد خطير. هو والفطير المشلتت هو فطير مشلتت يعني، بس الفرق الحجم. معمول بالسمن البلدي تحفه. معلقتين السمن البلدي اللي انا حطيتهم جميل جدا. انا بصراحه عشان بستهلك سمن كتير ما رضيتش استهلك السمن البلدي كله، لان ما كانش عندي كميه كبيره. تمام اهو. حابه انت بقى تعمليه بالزبده، بصوا مورق ازاي يا جماعه،
بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم هنا ان انا كان واقف جنبي تتار، يلا يلا حرام عليكي اللي انت عاملاه فينا ده. قلت لهم حبايب قلبي واخواتي متابعيني يستاهلوا اكتر من كده، عشان يعني كانوا جعانين بصراحه، وكمان كانت ريحه الفطير زي ما انتم شايفين كده شكله جميل، وعامله لهم مني بقى فرحانين بيه. بصوا تقدروا تعملوا لهم سندوتشات كمان للمدارس، بجد خطير. فرحوهم بقى بان الفيديو ده نفسي فيديو يطلع ترند. انا مش عارفه، عمري ما جربتها، مش عارفه احساسي هيكون ايه لو فيديو ليا طلع ترند. بحبكم في الله يا احلى ناس في الدنيا، والله لو بقدم اي معلومه ليكم او اي وصفه تكفى عندي دعائكم في الكومنتات، وانتوا بتقولوا لي جزاكي الله كل خير. انا كمان بقول لكم جزاكم الله كل خير، اعملوا شير للفيديو ولايك كمان ومتابعه في الصفحه. بصوا بقى يا سلام بقى لو كمان بقى قدمتيه بقى مع العسل والطحينه والجبنه القديمه. هي دي مش جبنه قديمه بصراحه، انا حبيت كده عشان زي ما قلت لكم كان عشاء، ما رضيتش احط جبنه قديمه، حطيت كده جبنه بيضه، ولكن كان تحفه تحفه تحفه. بصوا شكله مورق جدا وطعمه بجد خطير، جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم جدا، وزي ما قلت لكم مش متعب خالص خالص. ما تنسوش بقى حبايب قلبي زي ما انتوا استفدتوا غيركم يستفاد بلايك واشتراك بالفيديو. بحبكم في الله واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.